يا جماعة، تخيلوا معايا المشهد ده كويس. تخيلوا إن كل كاميرا مراقبة في شوارع تل أبيب وفي المنشآت العسكرية بقت عين المهاجم مباشرة. تخيلوا إن كل سيرفر في شركات إسرائيلية كبيرة اتدمر في ثواني وكل البيانات راحت إلى الأبد. وتخيلوا إن أسرار قادة سياسيين وعسكريين كبار زي تامير باردو ونفتالي بنت اتسرقت واتنشرت على الملأ. النهاردة مش هنتكلم نظري، هنعيش مع بعض حرب الظل الرقمية من وجهة نظر المهاجم الحقيقي بأسلوب ريد تيمينج. هنفكك كل خطوة تقنيا بالتفصيل عشان تفهم إزاي بيحصل الاختراق فعلا. يلا نبدأ بقوة. أول مرحلة وهي الأهم، مرحلة الاستطلاع أو ريكونيسنس. المهاجم مش بيبدأ يهاجم عشوائي، لأ، بيفتح أدوات زي شودان وسنسز اللي كل الهاكرز بيسموها جوجل الهاكرز. بيكتب كلمات بحث بسيطة، إسرائيل زائد بورت 80 أو بورت 554، وفي ثواني بيطلع له آلاف الكاميرات المتصلة بالإنترنت مباشرة. معظم الكاميرات دي بتكون من نوع IoT وبيشتغل عليها نظام إدارة فيديو VMS. كتير منها لسه محتفظ بباسوردات المصنع الافتراضية زي EDMIN شرطة مائلة EDMIN أو 1 2 3 4 5 6. لو لقى كاميرا فيها ثغرة RCE يعني تنفيذ كود عن بعد، بيستخدم أداة قوية زي ميتا سبلايت. بيبعت PLIYOD خبيث، وبمجرد ما ينجح بيسيطر على الجهاز كامل. دلوقتي المهاجم بيقدر يشوف البث الحي، يحرك الكاميرا، يصور التحركات، ويحدد إحداثيات أي هدف عسكري أو مدني. يعني الكاميرا اللي كانت موجودة عشان تحمي البلد بقت هي اللي بتساعد في مهاجمتها. خلينا نروح للمشهد الثاني، وده مرعب جدا على المستوى الاقتصادي. هنا الهدف هو شل حركة الشركات وتدمير البيانات بشكل كامل. الدخول الأولي غالبا بيكون عن طريق سبير فيشنج، رسالة بريد إلكتروني موجهة بدقة لموظف معين في الشركة، فيها ملف إكسل أو PDF أو حتى لينك خبيث. بمجرد ما الموظف يفتح الملف، باك دور يتزرع في الجهاز بهدوء. بعد كده المهاجم بيبدأ مرحلة lateral movement، يعني الانتشار داخل الشبكة. بيستخدم أداة شهيرة زي ميمي كاتس عشان يسرق باسوردات الدومين أدمن. لما يسرق الباسورد بيقدر ينتقل من جهاز لجهاز لحد ما يوصل للسيرفر الرئيسي، وبعد ما يسيطر على السيرفر يفعل القنبلة الحقرية وايبر مالوير. الفيروس ده مش زي الرانسام وير اللي بيطلب فلوس، لأ، ده بيدخل على MPR سجل الإقلاع الرئيسي وبيمسحه تماما، وبعد كده بيكتب بيانات عشوائية فوق كل الملفات عشان يستحيل استرجاعها حتى لو استخدمت أقوى برامج الريكفري. النتيجة، الشركة بتتوقف تماما والخسائر بتبقى بالملايين. أما المشهد الثالث فهو الأخطر على الإطلاق، اختراق القادة والشخصيات المهمة. الأجهزة الرسمية بتكون محمية بقوة، فالمهاجم بيروح للثغرة البشرية، الأجهزة الشخصية أو أجهزة أفراد العائلة. أول حاجة بيعملها OSINT جمع معلومات مفتوحة من السوشيال ميديا والمواقع. بعدين بيستهدف حسابات آي كلاود أو جوجل درايف. طرق الاختراق بتتنوع: سيشن هايجاكينج يعني سرقة جلسة الدخول، أو استغلال ثغرة في تطبيقات زي تيليجرام. وبمجرد الدخول بيزرع سباي وير متقدم، بيعمل كي لوجينج يعني بيسجل كل حرف بيتكتب، وبيعمل سكرين كابتشر يعني بيصور الشاشة كل شوية. كده كل مسودة مذكرات، كل رسالة سرية، كل مكالمة بتتسجل وبتتبعت للمهاجم. ده اللي سمح بنشر أسرار شخصية خطيرة. يا جماعة، الخلاصة المهمة جدا، الموضوع مش بس كود معقد أو ثغرات تقنية صعبة. الحقيقة المرة إن 90% من الاختراقات الناجحة بتحصل بسبب أضعف حلقة في السلسلة، وهي الإنسان. باسورد ضعيف، تحديث كاميرا منسي، موظف فتح إيميل غريب، أو حتى كليك واحد غلط. كل ده كفاية عشان يخلي دولة زي إسرائيل كتاب مفتوح قدام الهاكرز. الدرس النهائي: الأمن السيبراني مش بس فاير وولز وأنتي فيروس وأجهزة غالية. الأمن السيبراني أولاً وأخيراً هو وعي. وعيك أنت، وعي زميلك، وعي الشركة كلها.
تابع رام سوفتاي وفعل الجرس عشان يوصلكم الاختراق القادم. سلام، روح نام.